وبعدين بقى في شركة فودافون دي بقى، يعني الناس تعمل ايه دلوقتي في الحوارات اللي بيعملوها؟ بيدوا لك الهدية، يقول لك مثلا 5000 وحدة هدية، وبعد ما يجولك انت طبعا بيتهيألك ان انت بتستخدم الهدية، تلاقي تكتشف ان الهدية زي ما هي وانت بتستهلك الباقة الأساسية. المفروض الهدية لما بتجيلك بتستخدمها الأول. دلوقتي الهدية بتجيلك وبعد كده بيفضلوا يستخدموا في الباقة الأساسية، وبعد كده بعد ما يعدي 5 6 ساعات يبدأوا يخلوك تستخدم الهدية. والمشكلة بقى ان الهدية اصلا بيقول لك 5000 وحدة و2000 وحدة والكلام ده كله، وفي النهاية بيديك صلاحية 12 ساعة. يعني هو بيضيع اكبر وقت من الصلاحية وبعد كده يفتح لك الهدية، ما تلحقش انت تستخدمها، تكون استخدمت مثلا خلصت جزء كبير من الباقة الأساسية، وانت معتمد على انك انت بتسحب الهدية بتشتغل بقى على النت بقى. اي حاجة عاوز تعملها على النت بتعملها، متكل ان انت كسبت هدية 5000 وحدة. تتفاجئ ان الهدية محجوزة وانت بتستخدم الباقة، بس بتصدم بقى بعد ما بتيجي تخش بقى تشوف التفاصيل من جوه بعدها بكام ساعة. ده اللي حصل معايا دلوقتي، وبكلم سيادته بيكلمني على الشات بالطريقة ديت. الأول كان AI وبعد كده حولني بالموظف. لقيته بيرد كده، بيدخل على الجهاز ومش عاوز يطلع نفسه غلطان ولا عاوز يطلع السيستم بتاعهم غلطان. قلت له هجيب لك المحادثات، اجيب لك الرسائل سكرين شوت، هجيب لك الرسائل وشوفها. هجيب لكم برضو جزء من الرسائل اهو، ادي جزء من الرسائل بالتوقيت وبالساعة. لان هو بيقول لي ان انت اشتركت في الهدية، خدت الهدية بعد ما اشتركت في الباقة بفترة. انا بقول له لا، ده انا اشتركت في الباقة وخدت الهدية في نفس الدقيقة، واستخدمت حوالي ساعتين 3 واكتشفت في الاخر ان هي بتسحب من الباقة والهدية ثابتة زي ما هي. مش عاوز يقتنع وبيحاول يقنعني ان الغلط من عندنا. انا جبت له بقى ايه سكرينات من الرسائل وهحطها لحضراتكم دلوقتي على الشاشة، برضو كذا سكرين عشان يبان الساعة والتاريخ ان هما اللي جايين في نفس التوقيت. نعمل ايه معاهم الناس دول؟ كفاية خط ريد اللي هما ناصبين على ناس كتيرة بيه. وخط ريد دوت ناس كتيرة قوي بسيطة ما تعرفش حاجة، ودبسوهم في الخط اللي هو بيدولهم هدية ده، او الخط اللي هو بيبقى رقم تاني هما بيخلوه تبع الشبكة بتاعتهم وبيدوهم شريحة هدية، والناس بتفرح بالهدية وبالدقايق الزيادة، والناس تكتشف ان هو فخ بتاع ريد ده. طبعا اي واحد بسيط بياخده بيستخدمه شهر ولا شهرين، وفي الاخر ايه بيخليه استقبال او بتاع، ما هو بيبقى خط زيادة عن الخط الاساسي، يكتشف بعد شهرين 3 ان هو عليه 7 8000 جنيه غرامة. طب انتوا ليه ما قلتلوش على التفاصيل دي وانتوا بتودوا له الخط؟ حاجه بقت صعبه قوي في خط فودافون. وبعدين كمان الشبكه بقت سيئه جدا. يا ريت حتى كل ده وفي الاخر ناخد اداء جيد من الشبكه. الشبكه سيئه جدا في اغلب المناطق، وبدات تسوء اكتر اليومين دول، بقت حاجه مقرفه بصراحه. هل الناس دي ليه ما فيش رقابه عليهم؟ يعني شركات المحمول، انا مشكلتي مع فودافون عامه يعني، بس هو في ناس عامله شكاوي تانية لشركات تانية، بس انا بتكلم على اغلب الشكاوي جايه من فودافون. وناس كتير عامله فيديوهات برضو على اللي حصل من خط ريد. حتى الهدايا اللي بيدوها لنا المفروض تستخدم قبل ما يعني تستخدم الاول وبعد كده يسحب من الباقه الاساسيه. لا، ده بيديك الهديه وبيخليها لك عندك ورساله تجيلك وكل حاجه، بعد كده يقعد يسحب من الباقه. يسحب من الباقه تتفاجئ ان الباقه نصها خلص، وتدخل على الهديه تلاقيها زي ما هي، ما نقصتش ولا ميجا ولا دقيقه. طب ازاي الكلام دوت يا جدعان؟ حد يشوف لنا حل للموضوع ده، عشان كده فودافون زودتها قوي يعني. وبعدين احنا نشتكي فين؟ ناس كتيره بتعمل شكاوي ولا حياه لمن تنادي، محدش بيهتم. فكده المشكله دي لو ما اتحلتش، اولا الناس كلها هتبعد عن الشبكه وهتغير الخطوط لشبكه تانية. ده اول حاجه. طب ده مش حل برضه، ده مش حل. يعني المفروض شركه قديمه زي كده ويمكن اكبر شركه في مصر، المفروض يبقى مستواها احسن من كده في خدمه العملاء، ومستواها في الشبكه يتحسن عن كده، لان كده بصراحه بقت حاجه مستفزه جدا. يعني عاوزين نشوف حل للموضوع دوت.
انا قابلت عامل نظافة واقف قدام الفرع بيعيط من فترة برضو بسبب خط ريت ده. الراجل واقف بيعيط يا عيني، الراجل مرتبه كله 1200 جنيه، وعمال يصوت يقول لك انا جايبين لي 7000 و8000 وانا اعمل ايه. والموظف يقول له احنا نعمل لك ايه، ده قانون والعقد مكتوب فيه كده. طب العقد مكتوب فيه كده، لما يجي لك واحد بسيط ما بيعرفش يقرا اقراه له وقول له على الشروط. ما تخلوش يمضي ولا يبصم كده عمياني، قول له على الشروط، ولو ما وافقش عليها يبقى خلاص، وافق عليها يبقى هو يتحمل. لكن مش يجي لك واحد بسيط تمضيه على على 3 4 صفحات من العقد والخط مكتوب قد النملة، وفي الاخر المفروض تقول له على الصراحه. ده كده يبقى اسمه غش. خلي بالك، طالما انت بتخلي الواحد يمضي بسرعه وبتسربعه عشان في غير واقف في الدور، تسربع الراجل هو اصلا يمكن ما بيعرفش يقرا اساسا، وتخليه يمضي على شروط في العقد. فعلا هي بتقول الشروط بتقول ان هو لو ركن الخط يغرم يدفع الفاتوره بتاعت السنه كلها اللي عدت، مفيش اي مشكله. بس عرفه كده، عرفه التفاصيل. طالما ما بيعرفش يقرا ومفيش وقت يقرا ال5 صفحات اللي انتوا كاتبينهم، قول له التفاصيل كده كده موافق. هيبقى عليه غرامه لو ما استخدمتش الخط، هيبقى عليه غرامه لو ركنت الخط استقبال. عرفه التفاصيل وبعد كده هو يختار. انما مش تبقى تدبيس انت دلوقتي بتاخد عموله من الشركه على الخطوط اللي بتطلعها. مفيش مشكله، خلي العموله حلال، وقول للمواطن اللي جاي لك الشروط بتقول كذا كذا كذا. الشروط بتقول ان انت لو ما استخدمتوش وركنته استقبال او ما استخدمتوش لفتره، هتدفع كل الشهور اللي انت ما استخدمتهاش فيها. وسواء استقبال او استخدمت، انت هتدفع فاتوره او الباقه بتعد عليك، وهتدفع الشهور دي كلها. مش تسيبه على عماه وبعد كده يركنه سنه ولا حاجه ويلاقي عليه 7 8000 جنيه وتقول له انت ماضي على قايمه. طب دي معمول لك قضيه تبديد ومش تبديد، هو جوز الخط ولا ايه يا عم؟ ده بيكلموا الناس يقولوا لهم انتوا عليكم قضيه تبديد. تبديد ايه يا عم؟ هو جوز الخط وطلقه عشان تقولوا تبديد ومش تبديد؟ ايه الاستخفاف بيقول الناس ده؟ حاجه فعلا اخر مسخره يعني. خط تليفون يعمل كده في الناس، واغلب الناس ناس بسيطه مش فاهمه ولا بتقرا كويس العقد ولا الكلام ده كله. هنفضل لحد امتى في الغش التجاري ده؟ ده غش تجاري، بس هو عامله بصنعه. اللي هو ازاي؟ اللي هو ان انت بتمضي على العقد فعلا اللي فيه الشروط دي، بس انا كموظف بحاول اخليك ما تقراهوش كويس، ما تقراش كل الشروط اللي فيه. فمالي لك ال5 صفحات مالهم لك خط قد النمله، عشان انت تقرا سطرين ولا حاجه وتستعجل وتقول لسه هقرا ده كله، ده خط تليفون محمول هيحصل فيه ايه يعني؟ فما تتخيلش اللي موجود فيه الفخ اللي معمول لك في العقد. فبتضطر تعمل ايه؟ بتمضي وبتقول في عقل بالك ده خط محمول. نهار ما بتوقف يسحبوا الشريحه وخلاص، بروح اجيب غيرها او ان انا ادفع الرسوم العاديه واجيب الشريحه غيرها. ما بيجيش في خيالك الفخ اللي معمول لك ان انت ده خط الفاتوره، وهو مش قايل لك ان هو خط الفاتوره. فالخط الفاتوره ليه شروط قاسيه وهو مش قايل لك عليها، بس بيجيب رجلك ازاي. احنا هنديك شريحه هديه عشان انت بتستخدم فودافون كاش من عندنا ومش عارف ايه، وهنديك خط هديه وعليه 3000 دقيقه وعليه 5000 جيجا ولا مش عارف ايه. المهم بطمعك كده في اول شهر لحد ما تمضي بس على العقد، وفعلا تفرح بيه اول شهر بالهدايا اللي جايه لك. وبعد كده يقول لك اول شهر تدفع 300، تاني شهر تدفع 500، تالت شهر تدفع 700، بس تلاقي نفسك ايه؟ انت مضطر ان انت تخليه استقبال. ال700 بقى وال800 اللي هي كل شهر دي، انت لما بتخليه استقبال هي بتعد عليك، ولا بيبعتوا لك اي تفاصيل ولا تنبيه ولا اي حاجه. وفي الاخر تتفاجئ ان حد بيتصل بيك اللي هو المحامي بتاعهم بيقول لك انت عليك قضيه تبديد سيادتك، يا اما تدفع لنا المصاريف والمتاخرات والغرامات وتخش لك في 7 8000 جنيه، يا اما كده ايه تبقى في المحكمه بقى قضيه تبديد للخط ده سيادتك. سيادتك كنت متجوز الخط وطلقته، يبقى لك تبديد بقى كانها قايمه وعفش وكلام من دوت كلام مهزله واخر قله. مش عاوز اغلط في الفيديو يعني. رجعنا بقى للهدايا. بقى الهدايا يديك الهديه ويفرحك في الهديه 2000 وحده و5000 وحده والكلام ده،
وبعد كده المفروض الهدية يديها لك في الأول تستخدمها ولحد ما تخلص آخر ميجا في الهدية أو آخر دقيقة في الهدية في ال 12 ساعة اللي هو قايل لك عليهم. بعد كده يبدأ يعد من الباقة الأساسية. اللي بيحصل بقى دلوقتي العكس، بيعمل إيه؟ بيدي لك الهدية، تفضل أنت تستخدم وفرحان إن أنت معاك هدية بقى 5000 ميجا أو 5000 وحدة، وتتصل بده وتفتح نت من هنا 12 ساعة بقى عاوز تلحق تخلص ال 5000 وحدة اللي جولك، زي اللي حصل معايا بالفعل. واجي بعد 3 4 ساعات افتح اشوف المقياس بتاع الهديه، الاقي ال 5000 وحده زي ما هم بقالهم 3 ساعات ثابتين. اخش على الباقه اتخض. الباقه مثلا عندي كانت 7000 ميجا ولا حاجه، وعندي 5000 فليكس، ابص الاقي الميجات بتاعت النت نزلت ل 3 ونص، 3 ونص جيجا طاروا. طب ازاي؟ والاقي الهديه زي ما هي بقالها 3 4 ساعات زي ما هي. طب ما لا تفتحها لي امتى لما انت مديني سماحها للهديه دي 12 ساعه؟ هتديني الهديه امتى؟ ولا هو فخ وخلاص؟ فخ معمول لك يا باشا عشان انت تفرح بالهديه وخلاص. وبعدين الهديه دي مقابل سعر، الهديه دي واخدين مثلا بيديك 5000 وحده مقابل 3 جنيه مقابل 5 جنيه، وكده كده واخد فلوس، مش هديه مجانيه كمان. او واخد منك 500 فليكس مقابل ال 5000 وحده، حاجه كده يعني، بياخد منك مقابل. انا بالنسبه لي خد مني فلوس. هكلم الموظف اقول له طب رجع لي حق الفلوس اللي دفعتها مقابل الهديه، او تستبدل اللي انا استهلكته من الباقه الاساسيه تخلي من الهديه، عشان الباقه الاساسيه دي هتقعد معايا صلاحيتها 30 يوم. يقول لي لا حضرتك، انا اللي ظهر عندي على الجهاز ان انت اشتركت في الباقه الاول، وبعد كده اشتركت في الهديه بعدها ب3 ساعات دول، ولسه مستخدم الهديه ايه من دلوقتي. قلت له لا، ده انا هجيب لك رسائل وسكرينات للرسائل بتقول ان انا اشتركت في الباقه، وفي نفس الدقيقه اشتركت في الهديه ودفعت ثمنها، والهديه جات لي الرساله بتاعتها وقال لك الهديه صالحه معاك لمده 12 ساعه. فازاي انتوا هتفتحوا الهديه هتخلونا استخدمها بعد ما اشتركت فيها ب4 ساعات؟ وال4 ساعات دول انا بحمل على الباقه وانا مش دريان. الكلام ده غش ممنهج، يعني هو غش. وايه الغش ده؟ معمول بطريقه صياعه شويه، ان هو بسيبك على اعماك، بخليك تستخدم وفي الاخر تتفاجئ ان انت استخدمت جزء من الباقه. خدت بال حضراتكم؟ فطبعا القصه هنا لازم يبقى لها حلول. ومش انا بس اللي بقول كده، اسالوا اي حد كده، وادخلوا على اليوتيوب وادخلوا على الفيسبوك وادخلوا على اي تطبيق سوشيال ميديا، هتلاقوا ناس كتيرة قوي عاملة كل واحد حصل معاه القصة دي وحصل معاه قصة مختلفة. طب ليه يعني الحكاية دي؟ ليه الحكاية دي؟ حتى الشبكة أسوأ ما كانت يعني الشبكات زمان كانت أحسن من كده. عدد الخطوط بيزيد وقدرة الشبكات زي ما هي. طب امتى هتتقوى الشبكات دي؟ من كتر ما عدد الخطوط بيزيد بنحمل على الشبكات، والشبكات قديمة ومتهالكة ما بيتعملهاش تقوية ولا صيانة. حد يشوف لنا حل للمهزلة دي بصراحة يعني.